هولندا مش بس المناظر الطبيعية ولا البحيرات اللي موجودة فيها، إنما كمان فيها أماكن ترفيهية جميلة جدا. وأجمل ما في الأماكن دي إن هي بتكون مناسبة للكبير والصغير، وعندهم فكر قوي جدا إن هم إزاي يخلوا الناس تستمتع بكل جزء في المكان اللي هم فيه، زي المكان اللي هنشوفه دلوقتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة، زمان كان الأطفال أي حد يخرج من البيت يشبطوا فيه، وعايزين يخرجوا معاه وخلاص، مش مهم فين، المهم يخرجوا. بس دلوقتي اللي انا لاحظته ان الكبار هم اللي بيشبطوا في الاطفال، او نقدر نقول بيتلككوا فيهم عشان يخرجوا هم كمان. وده يا جماعة يثبت نظرية إن أي راجل وأي ست مهما كبروا في السن هيفضل جوه قلبهم دايما إحساس الطفل اللي عايز يجري ويلعب ويخرج. النهارده يا جماعة احنا في أكبر ماملز بارك موجود في أوروبا كلها، مش بس في هولندا. احنا دلوقتي نزلنا دورين تحت الارض، والمكان هنا يا جماعه مش اكواريوم بالمعنى الحرفي، ولكن هم عاملين جزء تقدر تشوف بيه حياه الحيوانات دي تحت الميه. وكمان في زي مطعم كده صغير لو انت حابب تاكل او تشرب، قدامك المنظر الخطير ده، حاجه كده خيال. والمكان ده ليه قصة جميلة جدا، أكبر بكتير من إن هو يكون مجرد مكان ترفيهي، بتثبت إن ما تحكمش على حاجة من شكلها وبس. وخلينا نشوف العرض الجميل ده دلوقتي، وبعد كده نشوف إيه قصة المكان. مكان يا جماعة بنصح بيه أي حد يزور هولندا، فعلا بجد هتنبسط جدا، سواء كنت لوحدك أو كنت مع أسرتك، فعلا بجد مكان جامد جدا. Goedemiddag allemaal. Hallo. Dat is onze jongste dame en die is 14 jaar. En naast haar ligt het grootste en zwaarste dier van het dolfinarium. Een groot applaus voor Nicolai. والواحد يا جماعة لما بيشوف حاجة زي كده بيقول سبحان الله على قدرة ربنا وعظمته. خلى حيوان بالحجم ده كله عنده عقل يفهم بيه ويفكر بيه وينفذ الأوامر اللي تطلب منه. وتلاقي بني آدمين تفضل تفهم فيهم وتقنع فيهم إن الصلاة أهم حاجة في الدنيا، وللأسف ما بيفهموش.
بصوا بقى المجرم اللي قلبه ميت وبايع الدنيا ومش باكي على حاجة. بصوا قاعد بيخطط عشان يعمل ايه. بصوا تحسوه شارب حاجة ومش واعي اللي بيعمله، ومش واخد باله ان التاني لو هبده كفة هيموته. Koudste zeeën van de wereld. Beantwoorden. En anderzijds alvast heel veel plezier met de rest van de dag. شوفوا يا جماعه، انا من النوع لما بحب اخرج مكان صراحه بحب يبقى فيه فاسيلتيز كتير الواحد يقدر يعملها، مش بس حاجه واحده. وده لقيته هنا في الدولفيناريوم في المكان اللي احنا فيه دلوقتي. بصوا يا جماعه نوع السمك ده سبحان الله غريب جدا. بصوا بتنفس منين وعينه فين. سبحان الله بيعوم بجنبه. وزي ما في مخلوقات وشوشها قاسيه وشرسه اللي دايما على طول مكشره والضحكه مفرقه وشها، سبحان الله في برضه مخلوقات ربنا جعل في وشها القبول والبراءه. ومن المخلوقات دي الدولفين، من المخلوقات اللي تشرح القلب، وحقيقي لما الواحد بيشوفها بينبسط. وسبحان الله دايما تحس ان وشه مبتسم. واعتقد يا جماعه ان مفيش حد ما بيحبوش. ومعلومه سريعه كده بس للي ما يعرفهاش، الدولفين من الحيوانات مش من الاسماك، لان بلاقي ناس كتير جدا بتقول سمك الدولفين. لا، هو حيوان الدولفين لانه من الثدييات. وقبل ما احكي لكم قصه المكان، تعالوا نشوف اقوى واجمل حاجه انا شفتها في اليوم ده. واحنا دلوقتي يا جماعه موجودين في اكبر قاعه واقوى عرض دولفين موجود في اوروبا كلها، مش بس في هولندا. وقبل ما بيبدأ العرض يا جماعة، هم هنا بيقدموا حاجة جميلة جدا، ان انت مش بس تطلع مستمتع بالمكان وبالاستعراض اللي انت هتشوفه، لا كمان تبقى عندك معلومات كافية عن حياة الدولفين. فبيقدموا كونتنت سريع عن كل حاجة تخص الدولفين، زي الاماكن اللي بيعيش فيها، وايه اكتر الاكلات المفضلة بالنسبة له، وازاي بيقدر يتنفس تحت المية وفوق المية لانه عنده فتحة في اعلى راسه هي دي اللي بتسمح له بكده. وكمان معلومات عن انواع الدولفين. بصراحة دي كانت حاجة جديدة بالنسبة لي، لان دي كانت اول مرة اعرف ان هم 40 نوع دولفين، وبتختلف اشكاله والوانه واحجامه اللي بتتراوح تقريبا من متر ل 10 متر، وفي الاوزان بتبدأ من 40 كيلو، وفي انواع من الدولفين بتوصل لاكتر من 10 طن. وانه للاسف في انواع كتير قربت تنقرض، وان هم هنا في المكان بيحاولوا يحافظوا على النوعيات دي من الانقراض بالمتابعه والتحاليل والكشف المستمر. وبعد كده بيبدا دور التوعيه، ازاي يوصلوا للناس ان انتوا سبب من الاسباب اللي بتخلي الحيوانات دي تموت وتنقرض، وانه ممنوع اي حد يرمي اي مخلفات في البحر وبالاخص الاطفال، لان ده بيأذي الحيوانات دي جدا بشكل خاص، والحيوانات البحرية كلها والاسماك بشكل عام.
واللي يقول لك يا عم الاماكن دي اماكن عيال صغيره وانا ماليش يا عم في خروجات العيال دي، قول له انت كداب يا كابتن. وأمر طبيعي يا جماعة، أي حد هيشوف المكان هيحكم عليه من الشكل الخارجي، إن اللي عمل المكان كان الهدف منه إن الناس تقضي فيه يوم جميل وتستمتع بالمكان، وهو بالنسبة له يكسب فلوس كتير. بس الحقيقة غير كده خالص. القصة بدأت عام 1955. Enige duizenden landgenoten en buitenlanders hebben zich tijdens het paasweekende in Harderwijk kunnen amuseren met de verrichtingen van een diersoort die in Nederland momenteel grote populariteit geniet. En voor het eerst kan men nu ook in Europa dolfijnen hoog uit het water zien springen. De dieren... برجل أعمال اسمه فريتز دان هيردر، وكان معاه أخوه واسمه كوين، وكان عندهم شركة شحن كبيرة جدا ومعروفة في الوقت ده في هولندا، وكانوا محبين جدا للحيوانات البحرية، وابتدوا يقولوا لنفسهم إنه في حيوانات كتير ابتدت تنقرض، وحيوانات في أماكن كتير بتعاني من مشاكل صحية. وهنا ابتدوا يفكروا إن يعملوا مكان يجمعوا فيه الحيوانات البحرية دي بحيث إنها تلاقي فيه الاهتمام والرعاية الصحية. وعام 1965 كانت بداية افتتاح أول حديقة عامة وسموها دولفيناريوم. waren de Nederlanders hier een wat zij noemen dolfinarium gesticht. وكمان يا جماعة كان من أهداف المكان نشر وزيادة الوعي عند الناس في هولندا إن إزاي يحافظوا على الحيوانات دي من غير ما يضروها ولا يؤذوها. وبدأ المشروع بشكل إنساني جدا، وتحول الموضوع بشكل تلقائي عام 1969 لمشروع مربح جدا، لأن في الوقت ده وصل عدد الزائرين للمكان أكتر من 1,000,000 زائر. والجميل إن كل فترة ابتدوا يجددوا في المكان ويعملوا له توسعة لحد لما بقى بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي. خلاص لفينا وشوفنا كل العروض اللي موجوده هنا. الموضوع ما بيقفش عند هنا وبس، كمان في حاجات تانية لما تيجي هنا تقدر تعملها. هنا في حاجتين، الحاجه الاولانيه ان هنا في بحر الناس تقدر تنزله عادي، شاطئ خاص الناس تقدر تنزله وتستمتع بيه، وده بيبقى انكلود التيكت، التذكره بتاعه المكان. تاكلنا يا عم ولا ايه؟ باي باي. كملنا باي باي. وتاني حاجة موجودة هنا برضو في اكوا بارك جميلة جدا، هي المفروض للأطفال بس برضه هنلاقي الكبار بينزلوا معاهم.
وللاسف الاوقات الحلوه بتمر بسرعه. اليوم خلص، بس اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.